الولد كان سامع الحجارة وهي بتتكلم بصوت غريب ومحدش غيره كان يقدر يسمعه. قال لأخوه الكبير بكل ثقة إن الحجر اللي في إيده ملوش أي قيمة، لكن أخوه كان مغرور ومقتنع بالعكس، وطلب من الولد يعترف بالهزيمة قدام الناس. ولما المعلم فتح الحجر اتضح فعلا إنه قطعة ملهاش أي فايدة وقيمته تقريبا 100,000 دولار بس. وساعتها أخوه اتصدم واتحرج قدام الجميع. ولما جه دور الولد يختار حجر وقف شوية يسمع الحجارة كويس كأنه بيسمع سر، وبعدها اختار أكبر حجر موجود قدامه. أخوه ضحك وسخر منه وقال إن كبر الحجر مش معناه إنه غالي، وكل اللي واقفين كانوا متأكدين إن الولد خسر. لكن الولد ما اهتمش بكلامهم وطلب من المعلم يقطع الحجر فوراً. ولما اتفتح الحجر الخام طلع برضه ملوش قيمة، فالناس ضحكت على الولد، والولد اتصدم لحظة، لكنه كان مؤمن إن قدرته مش غلط وإن أكيد في حاجة مستخبية. وفجأة الولد مسك الحجر ورماه بقوة على الأرض. الكل افتكر إنه اتعصب من الإحراج، لكن في اللحظة اللي بعدها الحجر نور بضوء قوي ساحر، ووقعت منه جوهرة نادرة قيمتها 30 مليون دولار. الناس كلها اتبهرت وبدأوا يندهشوا من قوة الولد الغريبة، وبكده كسب التحدي بدون أي نقاش وخلى الكل يحترمه.